الترابيزه اللي انت وقعت عليها الرز دي بكام عشان كده تكسرها؟ استني بالله. والله انا اسفه، والله ما قصدي، والله العظيم. يا حبيبتي شغل الصعبانيات بتاعتك دي لا يا حبيبتي ما بتاكلش معايا. استنى انا هعمل اللي هي بتعمله. استنى لا يا حبيبتي، وهي دورها ايه في البيت؟ هي دورها ايه في البيت؟ هي دورها تلم الحاجه اللي وقعتها. والله انت يومك اسود النهارده. لا لا ولا تعملي اي حاجه، انت تقعدي في مكانك بس. انا هلم انت يومك اسود. انا مش هعدي لك الموقف ده على خير على فكره. والله العظيم ما اقصد. تعبانه مالها؟ ما قادره تمشي اهي، مالها تعبانه مالها يا حبيبتي؟ حرام برضه لازم نساعدها. نساعدها في ايه وهي عملت ايه النهارده اصلا؟ لا روقت ولا عملت حتى شويه الرز اللي جايه تنقيهم مش عارفه تنقيهم وقعتهم لنا. معلش والله ما قصدي، والله العظيم انا اسفه حقك عليا. انا زهقت منها اصلا، هو باليني بيها اصلا على طول. اختي ده انا هطلع عينك. مش عارفه انت ربنا ياخدك بقى ولا يوديكي في اي داهيه بقى. يا بنت يعني انت ترضيها على اختك كده؟ لا ما انا اختي مش كده والحمد لله ما عنديش اخوات. لا برضه استهدي بالله. والله يا ماما اقعدي انت بس، اقعدي بس ريحي انت، انا عارفه الاشكال دي بتعامل معاها ازاي. لا انا هعمل يا بنتي اللي انت عايزاه. خلاص يا ماما خلاص والله العظيم انا اسفه. يلا غوري في داهيه، قرفتيني. اقعدي. انا مش عارفه انا باليني ببلوه سودا. هو انا كنت متجوزاه هو واخته؟ لا يا شيماء انت غلطانه كده يا بنتي. لا انا مش غلطانه، اقعدي ساكته بس. انا عارفه الاشكال دي بتعامل معاها ازاي. لا يا بنتي غلطانه. انا هعمل اللي هي بتعمله خلاص. لا انا مش هعديهولها، انا بس بعديهولها عشان خاطرك انت، لكن انا هوريها. استني كده الباب بيخبط، هروح اشوف مين بس. يا بنتي كده هتعملوا مشكله. يا بنتي في حاجه؟ ايه يا نور؟ مفيش حاجه. خدتيني يا انت جاي بدري ليه النهارده؟ انت خضتيني. في ايه؟ صوتك جايب اخر الدنيا، في حاجه ولا صوت؟ ايه؟ انا بتلاقي صوت التلفزيون، احنا كنا بنتفرج على التلفزيون بس. كنت سامع صوتك انت. صوتي؟ لا انت ممكن يكون متهيألك ده صوت التلفزيون. ممكن. تعالي يلا. تعالى. ايه عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ في ايه ده اللي هو على الرز ده كده؟ ده انا وقع مني، كنت بجيبه بس عشان انقيه بس عشان اطبخ النهارده. وقع منها غصب عنها. طيب يا اختي عامله ايه؟ اختك كويسه الحمد لله يا خير، يعني هتكون عامله ايه؟ ماشي. طيب يا جماعه انا عايز اقول لكم ان انا جبت لكم شقه سوبر لوكس طرش. ايه ده بجد؟ جامده جدا والله حلوه قوي. عيب. ده انا حتى الشقه واسعه وتقعدوا فيها ونقعد فيها بقى كلنا بقى. انا مش قلت لك ان هو هيعمل لي مفاجاه؟ ايه رايكم؟ بس هي مش ناقصه غير حاجه واحده بس، امضتكم. طيب انت عارف يا نور ان انا ما بعرفش امضي. تهزر معايا؟ خلاص عادي، عامل حسابي، عيب عليك. يلا بصمي. ماشي امسكي. ولا انا يا ابني بعرف امضي. يلا تعالي يا حماتي، يلا بصمي بس كده. وبكده بقى تقدروا تغوروا في 60 داهيه. ليه ده يا نور؟ في ايه؟ ليه بقى؟ لان انتوا الاتنين انا مش مصدق بجد. ازاي يا حماتي كده بقى؟ ازاي اختي الصغيره تعملوا فيها كده؟ عملنا فيها ايه يا نور؟ ازاي يا حماتي تخلي اختي الصغيره تفضل تطبخ وتعمل وتغسل لكم وتعمل لكم؟ احنا عملنا في اختك انا كده؟ شايف في عيني ازبل من الزباله، وانت بتخلي اختي وبتضربيها بالقلم لما وقعت الرز. ما حصلش يا نور. ما حصلش. انا شايف بعيني هنا، انا شايف بعيني. انت ازاي كده؟ انت ازاي كده يا بنتي؟ طب استنى بس. انتوا بكده انا خدت حقي منكم، وتفضلوا مع السلامه، لان بجد انا مش مصدق بجد اللي انتوا عملتوه. يا نور انت انا مش ازاي يا حماتي ازاي تسيبيها تعمل في اختك كده؟ معلش هو غصب عنها يا دي اختي دي امانه غصب يا نور. بس مهما كان مش ابويا قبل ما يموت سايبها لي امانه تفضل معايا. معلش حقك تعمل عليا. فيها كده؟ حقك عليا. انت المفروض تعتبروها اختكم وتعتبروها ازاي كده؟ انا عارفه ان ازاي كده يا حماتي؟ انا غلطانه يا حماتي اللي خليتك تقعدي معايا؟ لا يا حبيبي. يا نور. لا انت مش غلطان يا نور خلاص والله غلطانه. يعني اختي بتضربها وبتعاملها وحش وانتوا عارفين ان هي مريضه وتعبانه يعني المفروض حتى تشيلوها تراعوها تشوفوها محتاجه ايه. الكلام ده ازاي تعملوا فيها كده يا جدعان؟ مش قصدي ايه بقى ولا قصدي ولا خلاص فات الاوان. اتفضلوا مع السلامه. فات الاوان. مش عايز اسمع صوت اي حد فيكم ولا اسمع صوت اي واحده فيكم. اتفضلوا مع السلامه كده وبدون وش وبدون اي حاجه. انا كده خدت حقي منكم يعني دي اخرتها يا نور. مرضتكم عن كل حاجه وعن البيت وعن كل حاجه، واللي بينا خلاص بالله بس استنى. اللي بينا انتهى. معلش يا حماتي، اللي بينا انتهى وعايز مش عايز اسمع الموضوع. اتفضلوا مع السلامه. مع السلامه. ماشي يا نور. مع السلامه. اتفضلوا. شهد تعملي يا شهد؟ بظبط المطبخ وبعمل ازاز احطها في الثلاجه. انت ليه يا شهد اي حاجه بتحصل ما بين حماتي ومراتي ما بتقوليش عليها؟ حاجات ايه؟ حاجه ايه؟
بص على وشك يا شهد، مش شايف وشك عامل ازاي؟ لا ده انا واقعه يا ابني مظبوطه. بص يا شهد، انا عرفت كل مظبوطه يا حاجه، ابني. عرفت كل حاجه، وعرفت يا شهد لما انتوا وقعتوا رصد ضربتك بالقلم وبتعاملك وحش. يا بنتي انت مريضه، وبعدين انت اختي الصغيره. اولا كده انا طردتهم بره ومشيتهم اصلا، لا يا نور يا نور ما رديتهم على ينفعش. كل حاجه والشقه كلها بقت بتاعتك دلوقتي. يا نور ما ينفعش برضه، انت عارف اللي باباها متوفي شاهد. وما عندهمش بيت أنا هيقعدوا ماليش- فين. انا اهم حاجه في الدنيا دي انت. بس وبعدين كنت مادام عندهم يا شهد بيعاملوك وحش وبيعاملوك كده، اكيد ما بيحبونيش. الا لو كانوا بيحبوني بجد كانوا يعاملوك كويس، ما كانوش متخليتك تحتاجي حاجه، كانوا يساعدوك في اي حاجه. اما لا ازاي بس كده؟ انا عشان مش خاطر. مصدق. طب رجعها وقعدها في البيت بس. خلاص يا شهد، المكان ده كله بتاعك، وعايز اقول لك انا ماليش في الدنيا دي كلها غيرك، لان انت اختي الصغيره الوحيده، وابويا ساب لك ليا امانه، واي حد في الدنيا دي هيجي عليك انا لازم اجي عليك. خلاص يلا بينا، عايزك تعيشي بقى براحتك، واي حاجه تعوزيها قولي لي عليها. يلا.